انا قلت لك، لكن انا ما اقدرش احكم على الريت بتاعه، لان انا طريقتي بطريقتي. يعني انا عشان خاطر اسرع شغلي بصوم. انا ممكن اقعد بالايام ما اكلش اصلا، ما اكلش يعني عصير القصب ده وخلاص. انت تعرفي تعملي كده؟ تعرفي، بس انت مش عايزه تعملي كده، انت حره برضه. لا خلي بالك، انا السرطان عندي بعالجه بالصيام بالمناسبه. صيام يوم يوم لا، وقلل في الحاجات الصلبه اللي بتتندل عشان ما حدش لفت نظرك لكده قبل كده. يعني كان زمان بتوع البطن يقول لك ايه؟ الناس اللي بتاكل حاجه ما بتطبخهاش بيجي لها عسر هضم، زي الرز والشوربه. يا عم الرز لو حطيته في الشوربه نص ساعه هيبوش، ولا محتاج سنان ولا محتاج بتاع. ده احلى حاجه في الرز بالشوربه انه مش عايز سنان، زلط بس. حد يسال حاجه ثانيه؟ انا خلصت كلامي وبشكركم على ثلاثه. ماشي، انا بشكرك والله. طب يا فين مريت يا جماعه؟ مريت فين؟ طب يا ريت يلا، الناس عايزه تكلمني وتسالني، نديلهم مايك. طيب. بصراحه انا مش عارفه، انا عندي يعني انا ما عنديش اسماء مرضيه، ما بحبش الدكاتره وما بحبش اروح برضه كويس. برضه كل النهارده كل ما اقول لحد دكتور ده قال كذا دي، يعني هو اشمعنى الراجل ده اللي انت مصدقه قوي كده؟ هو صوفيا حاسه بجد يستحق فعلا، لانه يعني انا بوقي ده انا وصلت فعلا قبل ما ربنا يديني كويس، انه مش عارفه اقوم الصبح، يعني بقوم لازم اسند على حاجه الاول عشان اعرف اقف كويس. يعني بصراحه ظلمت المرتبه وظلمت حاجات كتير جدا، يعني على فكره ما كنتش بحترم نفسي، انا كان حاله كانسر مش انا خالص يعني كويس. بس انا قلت ايه حرام، هما 3 ايام بالعدد حقيقي. هو عارف بقى حاجه كده بيتريق عليا، انا بحب البس جزمه الصراحه كويس. كنت باجي اخرج ارجع وارمى اوريدي قد كده وفي ساعتين يعني بجد. اصل انت عارفه انا ماليش في الحوارات دي يعني بصي، الستات ممكن تفرق معاها موضوع الكعب ده، انا ما بطلبوش اصلا. اصل دي مش اول مره حد يقول لي، يعني كان طلع معايا برضو بنوته كان دعاء. يا دكتور احنا صغيرين، احنا عندنا امي الله يرحمها كانت حاجه جميله، كانت ما شاء الله. ده انا 54 انا عرفت حضرتك كام شهر. تمام وشغل طيب. لبست كعب على حس. مش كده، انا كان جالي اكتئاب. وفي ستات خلفت على حسي، يعني انا بقول لك ممكن تعمل لي مقام. انت بقى زي اي ست برضه لما تحس ان انت عجزت مره واحده كويس، لقيت نفسك ليه؟ انت خمسينات حاسس احساس التمانينات. حاسس الثمانينات ايوه هتكتئب. طبعا. طيب ما هو انا كان قبل يا جماعه، انا قبل ما اكتشف النظام ده وامشي عليه كان عندي 32 سنه، كان عندي في الدولاب بتاعي في 4 ادراج تحت للشرابات، كان عندي درج بتاع مسكنات بدءا من الكيتوفان الاصفر ده لحد الترامادول بكل التركيزات. انا راجل دكتور والحاجات دي عندي اعرف اجيبها بسهوله. بنادول بقى ولحد التامول والترامادول بالاشكالهم. الدرج اللي جنبه من عند السيبراليكس 10 لحد السيروكزات، كل الانتي ديبريسنت اللي انت تتخيلها. الدرج اللي وراه بقى ادويه المعده والقولون مع بعض عشان برضه الحيز يعني. كنترولوك موجود، نيكسيوم موجود، زوركال، وجنبه بقى الليبراكس والكولوفيرين والايموديوم برضه، لان انت عندك اسهال امساك، ما انتش عارف ايامك طويله. فاهم؟ ما انتش عندك حاجه ثابته. ويقول لك ايه؟ بيجي لك حاجه اسمها ترافلر دايريه. يا عم مش ترافلر دايريه ولا حاجه، وانا عالجه بالسيبرو. كان عندي بقى الدرج الرابع بقى الميسيلينيس التشكيله. معانا شويه كونكور 2.5 وتكريس 5 برضه لو الضغط عالي شويه، والبيتا سيركل ال 24 عشان الدخله وانت بتصلي وانت مش عارف بتاع ايه يا اخوانا ده. كان عندي 31 سنه. انا النهارده الحمد لله ما باخدش ادويه خالص. وبقالي كتير. يعني 31 سنه لا، انا وقعت من طولي، جالي اي اف وخدت دي سي صدمات كهربائيه. وانا هناك بيجاروني على التريدميل، قالوا احنا مش لاقيين حاجه هنعمل، يمكن الاستريس كلمه خايبه بتتقال. قلت له لا يا ابني انا ما عنديش استريس. فالواد بلم، هو فاكر اقول لي استريس، فاقول له انت عارف بقى. قلت له انا ما عنديش استريس اصلا. فقال لي لا وشغلانك وبتاع. قلت له لا انا راجل، قلت له راجل باشا، انا عندي شركتين وقاعد باشا كده ما بعملش حاجه. ده انا وقعت وانا بتكلم. هو انت هتهرج؟ شوف لنا حاجه ثانيه. طب بكره نعمل بقى ايه؟ رسم قلب مجهود وايكو. طب ما فيش حاجه. الخطوه الجايه مفيش
15 يوم جالي الاتاك تاني وقعت من طولي تاني. ها خد مضادات سيوله ودواء ينظم ضربات القلب، ولو جالك الاتاك تاني تيجي على اقرب مستشفى. ادي العيشه اللي انا عشتها 32 سنه. ها وشفت الموت مرتين ثلاثه. مش عايز حد يشوف تاني. مش عايز حد يشوف تاني. كهرباء القلب، كهرباء الدماغ، الحاجات دي كلها من اكل حضرتك. ما الكهرباء باظت هتعمل لك صرع في دماغك، باظت في القلب هتعمل لك لغط واريزميا. هو كده، انت عضو كامل متكامل منسق، مفيش حاجه مفصوله عن الثانيه. بس بخاخين بقى حسيت توصلي ما تاكلوش من يوميها بصراحه. انا كل الناس تقول لي قلت لي سجاير كمان. السجاير هتموتك. المتهم الاصلي بالظبط. انا بسجاير زي ما هي وبطلت الجرحه صح؟ احنا بنشجع الناس على السجاير يا جماعه. ميرسي يا استاذ ميرسي. خلصنا؟ انا خلصت خلاص. ها؟ احنا يا جماعه عايزين نقفل عشان احنا المسرح في اسكندريه. عايزين برامج ما هو بص انا اقول لك على حاجه، موضوع ان انا اروح محافظات انا ما عنديش مشكله، بس انا ما عنديش حد ينسق. هنا جورج اللي قام بالمهمه. ماشي. هنخلي الاستاذه بس والاستاذ احمد تيم التسويق بتاعنا يتواصل معاك ويتكلم معاك، مفيش مشكله. قول يا بيه قول. دلوقتي هو انا عندي حاجتين. اول حاجه انا بشكرك طبعا، يعني مهما انا اقول كلام يعني انت حاطه شرط التنظيم فمش من حقك تشكريني. انت معايا. لا عادي. لا انت مش معانا. لا على فكره انا اصلا مريضه عندك ولسه متعرفه على مريض ما فيش اول امبارح. انا يا جماعه مبسوط من حاجه واحده، ان احنا عملنا اصحاب ولاد. اهلا مش صحاب والله. بصراحه يعني وجنسيات مختلفه، يعني جنسيات مختلفه. لان انا موضوع الجنسيات انا مش فارق معايا، طالما بنتكلم زي بعض يبقى احنا اخوات. بس مش انت مصري وانت سعودي وانت يمني. لا بصراحه مجتمع يعني الناس كلها محترمه وبيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض. يعني انت ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويفتح عليك من وسع يا رب. انت حياتنا بجد. يعني انا واحده من الناس قبل ما اعرفك وقبل ما بمشي في النظام انا كنت عباره عن الجثه. كل امراض الدنيا الحمد لله يعني يا رب جات لي. لا والله العظيم يعني كان في حاجات فعلا ما بيعرفوش يشخصوها، اللي هو فايبروميالجيا جالي اورام عقديه في الغده، جالي كل حاجه، شلت الرحم، كل حاجه في الدنيا الحمد لله يا رب جات لي. كله كان بيقول لك يعني بنكتشف في اخر ستيب ان المناعه هي اللي ايه، هي اللي مروقه. ايوه هي الغلطانه. بالظبط كده. فانا حرفيا يعني كل 6 شهور انا في المستشفى بحاجه وبعمل عمليه. يعني الحمد لله مفيش حته في جسمي ما شلتش منها حاجه. بجد؟ والله العظيم. عمليات ايه يعني؟ عملت عمليات ايه؟ انا مثلا ما عنديش غضروف في ركبتي، انا عملت الركبتين، عامله عمليتين كل سنه بعمليه. عمليه الغضروف دي انا عملتها، خرجت ما قعدتش في البيت 10 ايام، قال لك ده انفكشن ودخلت تاني عمليات تاني. مناعه بقى. يعني حتى عملت عمليه وبعد كده مناعتها ميكروب دخل في مفصل مكان العمليه وعدت العمليه تاني. الدكتور قال انا عدت العمليه يعني جالي تقرح في عظمه الساق واتشال منها جزء. دي حاجه على فكره، التهاب العظام او الانفكشن او عدوى العظام من اصعب العدوى. انا قعدت 4 شهور على كورس متحرك. لان الخراج بيبقى جوه العظم. تخيل انت جوه العظم عايز توصل له بخلايا صعبه زي العظم بتاع الفك. يعني خراج السنان من اقذر الالام اللي ممكن تتعرض لها لانه خراج محبوس. الغده مثلا انا طلعت عماله تكبر ووظائفها بتبوظ وعملت مفيش ست في مصر ما عندهاش غده وما كبرتش. لا وعملت اورام عقديه كمان. وانا اصلا من صغري بشتكي من حمى روماتيزميه ومترالي ويعني لا اله الا الله. لا اله. انت اتجوزتي وخلفتي صح؟ الحمد لله. ما اعرفش هو راح بص ده اعجاز يعني. انا عايز معجزه في القرن ال 21 انت بس فاهمه. كان بيقول له دي بتاع صيني بس بابا قال له مش هرجعها. امين. هو حضرتك ايوه استحملت. انا عارف انت قاعد والله. انا مره بالكلمه بس انا عارف حظي دايما يعني بقول الكلمه كده ولقيتك انت في ظهرها على طول. لا بس انت استحملت. لا انت استحملت والبضاعه مضروبه فعلا الصراحه. فانا بقول لي عليك. لا ما انت لازم يجيلك فتره تجربه. اخواتنا المسيحيين يا جماعه انا بشفق عليكم طبعا برضه لان انت ما عندكش فتره تجربه خلاص. انت لازم تعاين في المعرض قبل ما تستلم. بس الحمد لله.
يعني انا دلوقتي الحمد لله يا رب من ساعه ما بدات النظام من شهر 3 اللي فات، السنه اللي فاتت. سنة؟ انا الحمد لله حلو قوي. وجيت لحضرتك العياده ومشينا مع بعض وكل حاجه، بس قبل ما اجي لك اصلا انا كنت جايه لك متحسنه. الحمد لله. يعني كنت جايبه كاتبه ورقه. انا معظم الناس اللي بيقولوا لي النهارده بيقولوا لي متحسنين هم بداوا النظام الحمد لله، فدي حاجه كويسه. تقول لمست التحسن عشان ما تقولش ايه علاقه الاكل بالذبابه الطائره؟ ايه علاقه الاكل بالجسم الزجاجي؟ بص يا رب ترفع عليها، انا عارف انا بكلمك انت على فكره. ما انا رامي كلمه عشان لا ملهاش علاج. بلاش عمليه غضروف ركبه. لا 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 مش هجيب نتيجه. حتى لو مقطوع هيتحسن. ايوه هيتحسن. اتفضلي يا هنا. عايزه مايك؟ لا اتكلمي كده على قدك وعلى قد فلوسك. من غير مايك، انت من غير مايك. ادوا لها المايك يا اخويا، تدي لها روح يا بنتي، كان ادي لها المايك. بس ثواني بس لسه تقولي حاجه ثاني؟ انا بس عايزه اطمن الناس اللي هي بتقول عندها اورام، وانا كنت خلاص داخله اعمل العمليه واكتشفنا انها برضه مناعيه والستيب ورا. يعني عايزه اقول لك ورم ايه؟ او عقوديه. انت قصدك الاورام بتاعت الغده؟ لا ما تتعملش ما اتعملتش وخفيت الحمد لله. انا دلوقتي سمعتوا اهو. انا بطمن الناس على اورام عنقوديه في الغده الدرقيه هيتحلق قدامكم عشان بس ما حدش يقول لي دراساتهم بره وقالوا بره. مهما اكد لك هو اخره كده في العلم، ده اخره. وانا النهارده قلت لك ده اخري برضه. يعني انا النهارده بقول ده اخري اهو. خلاص وهو بره حتى الصمام المترالي اتحسن بالايكو. بص سمعت والصمام المترالي عند رشا علي اتحسن بالايكو، وعند اميره اتحسن بالايكو. انا بس عايز اقول كلمه، منال الديب امبارح كانت عندي خلاص وعامله كتاب 6 اسرار للرشاقه ولا للفراشه. انت عارف ال6 اسرار دول اتباع منهم كام كتاب وكلهم غلط. يعني السر بتاع الاكل ده غلط كله. طب انا عملته مش فراشه، اعمل فيها ايه بقى؟ احنا تبعنا كل الانظمه على فكره. انا ما فيش نظام الا لما يعني انا عايز اقول ايه؟ مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه. هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد، لكن بقيه الكتب كلها تتفند. يعني 6 اسرار دول انا خدتهم وطبقتهم مش هبقى فراشه. هي عارفه النهارده صح؟ يعني في سر مش 6 غلط، صح ولا مش صح؟ ما قلتهمش. ما هو الست ما هو واحد منهم اكل. انا مصدقاك. ايوه ما ده اللي انا عايز اقوله. يعني معنى كده يا جماعه كتاب الطب مش خاطر متعلق والاسم بتاع الاوثر بتاعه في مصر تاخده قران او تاخده ده مصدق. لا، كل ما هو خبري قابل للتصديق والتكذيب. قال لك احنا عندنا ثوابت، انا عندي كبد وانت عندك كبد، لكن ما تقوليش كبدك عطل. اقف بقى كده وارجع معايا خطوه ورا وقول الحدوته تاني. لكن احنا عندنا فاكت بتنفس 12 نفس في الدقيقه، هو ما يعرفش يقول لك ليه. سامعني؟ انت صنبتك كده 70 90 نبضه في الدقيقه، هو ما يعرفش ليه. انا بقى ابدا احط لك نظريات عشان اشرح بيها فلسفه الجسم، لكن الجسم كده كده عنده حقائق وثوابت. انا افسر بعلمي على قد اللي انا شايفه منه. عشان كده ما حدش يقول لك المفروض السكر يبقى كذا، ما انت ما تعرفش السكر في كل احواله كام. الجسم ده في كل احواله كام سكر انت ما تعرفش. انت قست على 100 200 وقلت ده الثابت بتاعنا كده، هو ده الصح. لا 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 لا، جسمك ليه اوضاع وليه اعمار وليه فيز. عشان كده بقول لك جسمك لما يجي يدي الانسولين اجازه او يطلعه على المعاش ما ترجعوش انت تاني الشغل، انت ما بتعرفش. خلاص؟ بس شكرا وربنا العفو يا كلنا وراك. ورايا انا عايز حد قدامي وانا بدي المايك هناك. باشا انت مبسوط مننا يا باشا؟ مبسوط مننا؟ مبسوط من المدام يعني؟ خلاص البضاعه رجعتها انا مبسوط بس ان البنوته الصغيره هي اللي ماشيه على النظام. البيت كله ماشي على النظام. ودي احسن حاجه. على ايه يا هدى؟ على ايه؟ بس قرب المايك منك يا قلبي. جيت لك كنت ما بقفش على رجلي خالص. مشيت على النظام عشان كده انا بقيت معاك يعني. بص هو كانت جايه مش ماشيه على رجليها بس كانت محجبه. قلقت الحجاب. فاهم؟ النظام ده غريب قوي. تعبانه. مشيت على نظامك. انا لما دخلت على الفيسبوك وحد قال لي من قرايبي دخلت عشان امشي عايزه اخس بس. انا كنت 90 كيلو دلوقتي انا 75 كيلو. بسم الله ما شاء الله. وجسمي زي ما حضرتك شايف بسم الله ما شاء الله. الوزن يمكن بيمشي بالراحه شويه بس الشكل طبعا يا جماعه الوزن بيمشي بالراحه. انت عايز تتقل، عظمك عايز يتقل
عضلاتك عايزه تتقل، فانت عايز ايه؟ عايز تفش من غير ما تتقل؟ لا مش هتنفع. كنت تعمل. لابسه فلات ومش قادره من السخونيه. لابسه كعب برضه؟ ده انا هخش النار كده بالكعوب دي كلها. ايه موضوع الكعب ده؟ كنت انت ما بتخشش في الفضلش خالص، يعني طول الوقت مش قادره اتحمل ضغطها. شباب كله لبس كعوب يا عم وبتاع، وكده احنا داخلين على رمضان فاهم؟ ما كده مش طلعت مع حضرتك بعد شهرين، قلت لك ان انا مشيت على نظامك شهرين واسبوع، وحسيت ساعتها 5 كيلو، وقلت لك ساعتها ان انا كنت ايه اللي تعبني، وانا لما دخلت بقابلها يا جماعه بقى الشهير. دخلت علشان اخس، لا دخلت اصلا لما دخلت النظام كنت داخله عشان اخس. لقيت نفسي بتعالج من ارتجاع المريء اللي عندي، من الم العظم اللي عندي، كل جسمي مليان ميه وملتهب خالص، مش متحمله ابني يمسكني هنا ولا يلمس اي حاجه فيا خالص. ما بقدرش امشي تماما. كل حاجه فيها بايظه يعني. شعري كل حاجه، قلت لها ساعتها شعري غرق الشقه. انا اصلا شعري شبر ونص عشان اتقلب شويه. بسم الله ما شاء الله. ما كانش فيا حاجه سليمه، يعني انا ساعتها قلت لك يا دكتور انا بشتكي من حاجات اللي عندهم 70 سنه هم المفروض يشتكوا ده. لا احنا عندنا 70 سنه بننزل تمارين السويمنج دلوقتي سباحه. كنت بنام كتير بشكل فظيع وعايزه انام تاني. كل حاجه بيبقى عندي خمول، جسمي كل حاجه فيا تعباني، مش عارفه ايه سببه. اروح للدكتور يديني كميه ادويه تبوظ حاجه ثانيه، توجع لي جنابي، قولون متبهدل خالص. لما مشيت على النظام لقيت قولوني اتظبط، معدتي اتظبطت. ابتديت الاقي كل حاجه فيا بتتحسن تدريجيا ومش فاهمه ايه السبب يعني. طب انا بطلت اخد الدواء. ظهري كان طول الوقت بيوجعني، يعني عندي روماتيزم بتاع ظهري، فكان ظهري بيوجعني جدا لما بطلت الفراخ، لما بطلت العيش، لما بطلت كل خدت وقت قد ايه يا هدى؟ خدت وقت قد ايه؟ انا حسيت بالفرق بعد شهر. كويس. حسيت بعد شهر بالفرق، لكن على المدى السنه دلوقتي حاسه كل خلاص بقى، وانت خلاص سمعتي بمشي الشارع شهر تحسني بعد كده الكر هيكر. انت ايوه انت الشوارع عندنا هنا حضرتك عارف كلها مطاعم، شفتها ما اقدرش بتنهيني خالص. دلوقتي انا بمشي لحد النادي، لحد اي مشوار حلو قوي. فانا بشكرك كتير. العفو يا هدى، ميرسي يا قلبي، كتر خيرك. مهما هقول لك يعني كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك، شكرا لحضورك يا بابا. وطلب بقى بسيط يعني صغير كده، نفسي تعمل لنا كتاب. اعمل كتاب؟ حاضر بس الاقي وقت والله، وانا لازم اعمل كتاب، لازم يكون في كتاب. مريت الاستاذه اللي ورا دي هتنتحر. بصي اللي ورا هناك كده. لا انت اطلعي قوليها. تعالي يا منال قوليها، لو عايزه تلف تعالي لفي قوليها. لا محتاجين برامج تلفزيون، واختاروا الزعيم بس. الله يختار ولا حاجه، اختار يعني. سيبك محمود سعد بقى والخط اللاين ده اللي هو عايز يوديك في حته هو عايزها، اللي هو عايز يودي حضرتك ياخدك من ايدك ويوديك في حته ثانيه. هو انت عايز تلفزيون ايه؟ انا بقول كل شهر كله يستفيد. طب انا هقول لك على حاجه، بص انا اكلم الدغري. انا لو هطلع التلفزيون عايز اطلع في مكان ما يحدش من رايي نهائي، ماشي؟ طب انا طلعت مع ايمن رشوان، اسمع بقى الكلمه دي، بعد ما طلعت معاه بيومين طلع لوحده، عمل فقره لوحده والكلام بتاعه ما عجبنيش. ليه؟ دفاع المستميت عن التكميم. قال استحاله يطلع حد يقفل اسم كامل اسمه رحاب تكميم. لا هو ما قالش قدامي، هو قال لوحده. بس انا مش عاجبني برضه الطريقه. لا انت كده برضه ضد الفكر الجديد، لسه فاكر على قديمه. حتى لو طلعت معايا وقلت سقفت لي قلت لي ميرسي يا دكتور وكتر خيرك، لا انت لسه جواك قديم وبتنشر القديم وبتنشر الغلط. العالم كله قديم حضرتك عادي. طيب ما انا بقى مش هطلع يعني مش هطلع معاه النهارده يقول لي امين واطلع بكره الصبح مع بتاع التكميم يقول له امين. ده هتضايقني انا بقى. دكتور الاعلام هيبقى ضدك كده. مين عليك ما تطلعش في التلفزيون؟ انا تبقى اعلام. اللي هاجم الدكتور توفيق عكاشه وخلاه قاعد في بيته دلوقتي الغرايز اللي هو وقع فيها. انا كنت مدير مكتبه. ايوه. بس هو توفيق كان لازم يقعد صراحه. يعني توفيق كان لازم يقعد وحياة ام الغاليه والله. الاعلام هيجي هو دمه خفيف بس لازم يقعد الصراحه. بص يا بابا انا هقول لك على حاجه، انا مش هيعرفوا يقعدوني. خلاص هي خلصت، اسمعي بس. الكلام ده كله هيبقى وراه.
هي خلصت مش هزار. هو ما حدش عارف قاعدين يقول عرفوا سكتوني خلاص. هو النهارده اللي هيعرفوا يجيبوه من ورايا بقى مشاكل بقى الدعايات، ارمي عليه عيان، ارمي عليه مش عارف ايه. عشان كده انا جامعتي ما بروحهاش خلاص، لان لو هناك يمسك عليا غلطات حطيت تحت عينيه، لان هو اللي لحد النهارده اللي عمل معايا ايه؟ عمل لي انقطاع عن العمل، بعد كده لا يقبل اهمال جسيم. فاهمه؟ لكن النهارده عشان يقعدوني انا، توفيق ما كانش عنده خامه، توفيق كان راجل بيجي له اخبار من هنا او من هنا ويطلع يقول خلاص. لكن انا لا، انا دي بنات افكاري انا، ودي نظريتي انا، وما عنديش حد اكبر مني هيقطع عني كابل الخدمه. المصدر من عندي انا، فاهمه؟ فخلاص خلصت. وقلت لك مدير اداره الشرق الطبيه بس وزاره الصحه عيانين انا. طبيعي. اللي مش فاهم دلوقتي هيبقى بكره. غصب عنه هيفهم. غصب عنه هيفهم. غصب عنه هيفهم. بس وخلاص. انا يا دكتور مع حضرتك من هو شهر 9. فين؟ انا طبعا احنا اول شهر 9 على النظام لغايه النهارده. ربنا يعين. تمام. انا كنت بعاني من مجموعه اعراض غده، ضغط، سكر، كوليسترول. تمام. اول 5 ايام اول ما شفت حضرتك انا اقتنعت على طول. انا مقنع، شكلي مقنع، انا شكلي مقنع. لا اقتنعت فعلا. لا هو المريض اكتر واحد يفهم حضرتك ليه؟ لان انا سنين كل يعني مرحله عمريه بيضاف لي حاجه مرض. صح. تمام. ومصاحب بكل الفتره دي مشاكل جهاز هضمي. صح. تمام. باخد الادويه، الحمد لله ادويه متوفره باخدها. الحمد لله. نتائجي وتحاليلي كويسه بس انا مش كويسه. طبعا. يعني انا السكر بيطلع مظبوط وده مظبوط. حضرتك انت عارفه الجريمه الكامله؟ يعني هقول لك الجريمه الكامله ايه هي بقى. يعني انا معايا شهود على القاتل ومراته شاهده عليه وكل ده، وهو كان بره مصر اصلا. هو القصه كده، انا معايا ورق يخدم نظريتي. ايوه. انت عايز السكر من كذا لكذا، اللي بيقل من كذا لكذا، وهو كله. الكوليسترول ده دواء. يعني انا كل لايف اول ما لايفات حضرتك ببطل دواء منهم، الحمد لله بطلتهم. الحمد لله. بس الضغط وغيرته وحاجات قلت لكم اللي هي الحاجات اللي زي الكونكور 5. انتوا بقيتوا دكاتره يا جماعه والله. انتوا بقيتوا دكاتره. الكونكور 5 بلس شيلوه وخلوه من والله. اللي انت لما اتفرجت على فيديو اول شرح بتاعي ذاكرت قبل الامتحان. الكونكور 5 بلس بديته 5 بس. يعني يوم ما حضرتك اديت ما بحبش ادي حاجه فيها مدرات تاني جوه. يوم عايزه اعمل فرق فظيع. ايه رايك؟ جامد صح؟ جامد. هو ده اللي قلت لا لما تشوف حاجه ان شاء الله بعد كده. لا وبعدين انا كمان غيرس يعني جامد وانا بستعرض، عارفه؟ يعني اطلع اقول له ايوه مش انت اللي قلتي على حسام موافي؟ طب خد منال الديب يا جماعه، لايف كوتش ودكتوره في الصحه النفسيه وتلميذه الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، وكانت عزمانه قبل كده على حاجه بس انا ما حصلش نصيب. هي صاحبه الكتاب ده بقى الحلو ده. بس ده مش اتكلمي. صورت والنبي عشان خاطري هو انا من بعد ربنا يخليك هتربي الحق انا مامتي حياتي ربنا وانا عايزه اقول لهم التجربه عشان 2007 كل النظريات التغذيه بس هو المسرح قفل. انا عايزه زي ما دكتور ضياء كان عنده 32 سنه وبيعاني من كل الامراض دي، لان كنا ماشي على نفس الانظمه، واحنا كنا فاكرين نفسنا ان احنا هيلثي وان احنا عايشين بطريقه صحيه اللي هي طبق السلطه بقى واللبن مفيش سكر خالص، مفيش دهون، مفيش وفاكرين ان احنا بصحتنا. لما حصل ان انا تعرضت للروماتويد هو الموبايل بقيت مستغربه. انا حياتي صحيه جدا. السكر ده انا منعاه من حوالي يعني اللي هم بيقولوا بيعمل التهاب، انا منعاه من اكتر من 25 سنه في حياتي. فجالي منين الالتهاب؟ فابتدى التساؤل لما شفت دكتور ضياء في اللايف ابتديت اسال نفسي ده احنا هنخرب الدنيا. زي ما كلنا ابتدينا لا مش اول حاجه انا ممكن اتصور مع حضرتك لما تحسنوا يعني بطلت الكونكور؟ ايوه 4 شهور وان شاء الله ده خلاص اسلوب حياتي. على فكره كان لازم اراجع نفسي. انا في التغذيه
اتكلي على الله روحي. طبعا حادثه ولا ايه الكدمات اللي عندي دي عالجها ازاي؟ اللي عايشين عليها كلنا. انا عايزه اتكلم مع حضرتك. انا عندي 64 سنه. انا كنت ماشيه ما كنتش بعرف اقوم من السرير. طب ما تقولي التجربه دي في التليفون. ما حدش راضي يديني. اديها لي فين ميري؟ والمصحف الشريف تعبت منها. اللي هي عليه الصلاه والسلام بدل قبل ادم وعائشه عندي كدمات من الحادثه لغايه دلوقتي هي جايه عامله حادثه دلوقتي عشان تجيلك. عامله حادثه. انا لما حدث يعني وسمسم بطعمه وسمسم شرابه اعمل ايه طيب في مش الكدمات؟ كده؟ علاجها ايه؟ اتكلمت كمان في اهميه الصيام وده لهم شابتر بخصوص في الكتاب اهميه الافطار على سكر وعلى تمر. انا بشكرك. الحمد لله ما كنتش بعيده قوي يعني المشكله كلها عندي كانت اللبن والسلطه والسكر والفراخ طبعا. هو ناس قاموا عشان الحمد لله رب العالمين. فانا ان شاء الله ناويه ان انا اعمل تعديل للنسخه طبعا جديده ان شاء الله. هضيف عليها الطيبات. لازم يكون ذكر البرنامج الطيبات لازم يتواجد ولازم ده يبقى اسلوب حياه. وانا بسعد جدا لما بلاقي ناس بيربوا اولادهم الصغيرين وفي رضع كمان من اول 4 شهور ماشيينهم على الطيبات. فدول اكيد والله اصل انا عينتي من سنه. شكرا ليكم. بس انا عايزه اقول تعرفها يعني في اسرار ثانيه كتير. انا عندي تشوفوا بقى الطبعه الجديده مش دكتور انا عايز سلام عليكم. انا دكتور عامل كليه التنميه يا باشا ربنا يطمنا عليك. استشاري صحه نفسيه وتدبير معتمد من المجلس الوطني. لا يا باشا لا ده هتشيل قريب. واهم لقب عندي تدبير مدربين ان شاء الله قريب. الدكتور ابراهيم الفقي 3 ايام وبنته الروحيه 3 ايام افضل اعتز بيها 8 ايام برضه 8 ساحر والله. لان انا كنت اتعلمت حاجه انما انا في السفر ولسه ربنا يطمنا عليك يا باشا. نعرف مش عيب ان احنا نقول ان الرساله بس لحد هو ضغطنا على حضرتك. العيب ان احنا نفضل على الغلط وعامل عمليه تجميل وعنده غده السفليه. هي ايه الوسيله انها تحس ان يلا يا قلبي يلا يا قلبي كده سؤال غلط. الهجوم على دكتور ضياء كتاب الهجوم على دكتور ضياء ايه؟ هو زيه وزي دكاتره كتير متحاملين على الدكتور ضياء حتى من غير ما يحاولوا يجربوا النظام بتاعه. انا كنت مع دكتور حسام موافي في العياده بتاعته وكان معايا ابني كان بيكشف عنده. فكان يعني اول حاجه قالها له وكان عنده مشاكل في القولون فقال له لازم تاكل خضار كتير. فراح باصص لي وقال له ماما مش ممشياني على ايه الاكل ده. قال له ليه وبتاع. قلت له ماشي مع الدكتور ضياء نظام الطيبات. قال له مين ضياء؟ فاول ما افتكروا كانه شاف عفريت كانه افتكر عفريت يعني. ده ازاي وده بيعمل ايه وده نقابه الاطباء هتفصله وهتشطبه. انا رحت على طول ايه انا قلت له طيب حضرتك يعني استاذنا طب اعمل معاه مناظره ونشوف ايه الصح وايه الغلط. انا كنت عايزه اوصل للنقطه دي نشوف ايه الصح وايه الغلط. لو هو غلطان هتثبت انه غلطان ولو صح يبقى احنا عرفنا الصح. صوري هاني حطينا الجزء دي صوري يلا يلا يا رب نشوفها دلوقتي. لا للاسف الحمد لله رب العالمين. فعارف انت لما تلاقي حد كده تجنبه احسن خلاص. بس نبهت طبعا دكتور ضياء وعرفته ان في مؤامره بتتعمل ضده ولازم ياخد باله. فهو الحمد لله ربنا يحميه. وانا اقول اللي ما جربش لسه خسران كتير. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقفل ايه؟ حاجتي؟ هلمها فبشكركم. هتتكرر تاني كانت حلوه قوي وكنت مبسوط قوي اني كنت وسطكم النهارده. بشكركم قوي والله. كتر خيركم.